هوريشيو باغاني. شخص حاول يدمج الفن بالهندسة وطلع لنا بسيارات شكلها خارج الزمن. بالشكل كانت عبارة عن ساعة رولكس بها تايرات، وبالأداء عبارة عن سيارة سباق شردت من الحلبات للشارع. أما بالصوت فهي سيارة فورمولا 1 من جيل الثمانينات. ركزوا وياي بقصة اليوم لأن راح تشوف العجب من شخص بدأ مشروعه من الطفولة. السلام عليكم ورحمة الله، أنا بودي وهذا برنامج دراما السيارات. عندما يبدأ المحرك بالحديث عن الماضي 1955 بمدينة كاسيلدا بالأرجنتين، منطقة ريفية هادئة الناس تعيش بها بهدوء وبساطة، وما كان أكو فد شي يوحي إنه بهاي المدينة راح ينولد واحد من أعظم صناع السيارات. بهالمكان وبهالزمان انولد طفل اسمه هوريشيو باغاني، من أب خباز إيطالي الأصل ومن أم فنانة أرجنتينية. بيت بسيط بطاقة غريبة، ويمكن هو هذا الشيء اللي صنع واحد يخلي الفن والهندسة يمشون سوا. ومثل ما راح نشوف بعد شوية، هوريشيو كان حاله حال الأطفال البقية، يحب يطلع يلعب يستكشف، بالإضافة إلى أنه كانت عنده هواية غريبة حاله حال الأطفال. كان يقعد ساعات وساعات يقص ويلزق ويبني سيارات مصغرة بإيده من بلاستيك أو خشب أو ألمنيوم وأي شيء يلقاه قدامه. وبأيام مراهقته كان يراهق بطريقة غريبة شوية، كانت عنده حركات دايحة. كان بوقتها صنع لنفسه دراجة نارية، وكان محترف بصناعة الفايبر جلاس والتعامل وياه. وحتى البزنس مالته كان بوقتها أنه هو يصنع من الفايبر جلاس هاي العرباين أو الكرفانات اللي تجرها السيارة، من هاي اللي يحملون بها غراض أو ينامون بها. كان فد شيء بسيط. وكل ما كان يكبر كان يزداد هوسه أكثر وأكثر، وقعد يقرأ عن معارض أوروبا وعن مزاراتي وفراري والفا روميو ولامبورغيني، ويتخيل نفسه بيوم من الأيام إنه هو رايح لإيطاليا ويصمم ويشتغل على سيارته اللي كان يتخيلها. لكن اللحظة اللي رسمت بعقله طريق جديد للتفكير صارت لما قرأ مجلة ريدرز ديجيت، وهنا صار أول لقاء بينه وبين ليوناردو دافنشي. طبعا أكيد مو لقاء شخصي، لكن اللي أقصده هو اللقاء الفكري. دافنشي قال Art and science are two disciplines that must walk together hand in hand. الفن والعلم لازم يمشون سوا وإيد بإيد. وهذا الكلام دخل روح هوريشيو باغاني، حس إنه هذا الطريق هو اللي كان يدور عليه. ومن بعد هاللحظة صار كل شيء يشتغله ويسويه مبني على هاي القاعدة: الفن زائد الهندسة ينطيك ابتكار. وطبعا هاي القاعدة مو بس كلام، الرجال طبق هاي القاعدة على كل مشروع اشتغل عليه بحياته، ومن ضمنها سيارة للفورمولا 2 اشتغل عليها هو وكم صديق من جماعته حتى يشاركون ببطولة ب 1979. السيارة هاي استغرقت 5000 ساعة من الشغل والتعب المتواصل، لكن ما انتهت جزئيا، بقت معوزة محرك. وهنا سوى خطوة يمكن راح تبين عندكم انه هي شوية يائسة. راح لشركة رينو وطلب منهم يجهزون سيارته بمحرك من محركاتهم. متوقعين هسه انتم مرفوض 100%، لانه هو شخص بعد صغير، وهو بالنهاية شخص مو شركة حتى يصير تعاون. لكن اللي صار هو العكس تماما، اقنع شركة رينو انه يزودونه بمحرك. لا، مو بس محرك، حتى صاروا له سبونسر بالموسم. يا اخي مرات تشوف واحد انه هو مو بالمستوى المطلوب، لكن مهارته بالتعامل ويا الناس وطريقة كلامه هي اللي تجيب له فرص عملاقة. غير المحرك كون له فريق بسيط وجاب له سايق محترف، لكن السيارة كانت بالسباق دائما جاي تواجه أعطال. بس رغم ذلك هم يعتبر إنجاز ويحسب له، لأنه هو رجال وحده ويا كم صديقه، مو شركة احترافية. وهالاهتمام بالتفاصيل والهوس بالتطوير شد انتباه اثنين من عمالقة عالم السيارات: أوريستي بيترا، هذا مهندس عملاق، وإخوان مانويل فانجيو، سايق فورمولا 1 مخضرم وبطل العالم بالفورمولا 1 5 مرات، وصديق كارول شيلبي. اثنين من أعظم ما أنجبت رياضة السيارات صاروا يدورون على هذا الشاب اللي بنى هاي السيارة. ويمكن هاي اللحظة انت لو تشوفها من بعيد يمكن تبين مجرد زيارة او مجرد اعجاب، لكن بالحقيقة هاي الزيارة غيرت حياته بالكامل، لان هذول الاثنين صاروا مدربين له وعلموه الطريق اللي لازم يسلكه. اخونا فانجيو شاف بهوريشيو طاقة وبوتنشل كلش عالي، لكن البلد كان محدد هاي الطاقة للاسف. قال له اذا تريد توصل مستوى بسباقات الفورمولا لازم وضروري تظفر لاوروبا، لان تعرفون كل بلد ومنتشرة به رياضة سيارات مختلفة. مثلا اذا تريد توصل مرحلة عالية بالدراج ما لازم تروح لألمانيا، لا، لازم تتوجه لأمريكا، أهل رياضة الإدراك. وقبل لا يدز لأوروبا والإيطاليا بالتحديد، استخدم علاقاته ويا كم مصمم ومهندس وأصحاب شركات سيارات بإيطاليا. قال لهم يابا هذا هوريشيو من ربعنا، ديروا بالكم عليه. ديسمبر 1982، ليل بارد ومطر خفيف، وشاب عمره 27 سنة واقف على باب المطار
بيده جنطته وجنطة زوجته وجنطة ثالثة كلها أحلام. هوريشيو باغاني وزوجته قرروا يتركون كل شيء، أهل، أصدقاء، شغل، بس حتى يروح ويعيش بالبيئة والمكان الصح اللي ممكن يمارس بيه هوايته. لا عنده عقد عمل ولا عنده ضمان. حتى رسائل التوصية اللي كتبها فانجيو لعدة شركات إيطالية ما فادت، لأن أنت جاي توصل شركة كبيرة مثل فيراري بشخص ما يعرفونه، فما كانت يعني بهالسهولة. ما انقبل بفيات ولا مازراتي ولا ديتامازو ولا فيراري ولا لامبورغيني. سوق السيارات ميت، ماكو توظيف، وبعد أشهر من الانتظار أخيرا لامبورغيني وافقت تشغله. تتوقعون مدير؟ لا، ميكانيكي عادي بقسم الهيكل، أدنى رتبة ممكن ينحط بيها بالشركة، بس عادي عنده، لأن أكيد راح يبهرهم بتصميمه وبقدراته، وأكيد راح يرفعون منصبه. صار أول واحد يوصل وآخر واحد يطلع، وبالليل يقعد يدرس، يرسم ويحلل ويتعلم كل شيء يخص السيارات الخارقة. بال85 الإدارة لاحظت إنه هذا العامل مو طبيعي، لاحظوا بطاقة أكبر من المنصب اللي هو محطوط به، فخلوه مسؤول لقسم جديد اسمه المواد المركبة. ويا هذا القسم شارك بتصميم أول سيارة له ويا لامبورغيني، كانت اللامبورغيني LM002. أثبت نجاحه وصعد بالرتبة الوظيفية إلى تشيف انجينير. هاي المرحلة تخليه يصمم سيارات لامبورغيني، وهو مجال إبداعه. بهالفترة هوريشيو لاحظ اكو مادة اسمها الكربون فايبر، سبقوا استخدموها بصواريخ الفضاء وبسيارات مكلارن للفورمولا 1. المادة كان من المنطقي جدا استخدامها بالسيارات الرياضية، تمتلك قوة الحديد وخفة البلاستيك، لا ويمكن بعد أخف منه، وكان شايفها المادة المستقبلية اللي راح تنتشر مثل النار بالهشيم بين صناع السيارات الرياضية. لكن عملية إقناع رؤساء لامبورغيني بشراء الماكينة اللي تصنع الكربون فايبر كانت أصعب مما يتوقع، ولسبب تافه جدا، الخوف. لامبورغيني أنشئت لمنافسة فيراري، فمعناها لازم يمشون على خطاهم، وما دام فيراري ما عندهم الماكينة مال الكربون فايبر معناته احنا ما نحتاجها. حتى لو الفكرة صح، تبقى فيراري ما عندها هذا الجهاز. أكيد هذا التفكير كان مو منطقي بسبب خوفهم من كونهم أول من يصنع سيارة من الكربون، هاي المادة الدخيلة على السيارات وما حد يعرف عنها شيء. هنا هوريشيو راح وجمع شكو فلوس عنده، وزاد عليها قرض عملاق من البنك، واشترى الأوتوكليف طبعا على حسابه الشخصي، وبالفلوس البقت استأجر جراج قريب من المصنع وبدأ أبحاثه وتجاربه على الكربون. وكانت هاي النسخة من اللامبورغيني كونتاش آخر محاولاته لإقناع لامبورغيني بالاستثمار بماكينة الكربون فايبر. راح واشتغل عليها بالسر واستعمل الكربون بيها بكل مكان. وتخيل فرق الوزن بينها وبين الكونتاش العادية، 500 كيلو أخف من النسخة العادية المصنوعة من المعدن. حرفيا يعني هاي ال 500 كيلو فرق من السما للقاع. تخيلوا صارت تتسارع من الصفر لل100 ب4 ثواني، وتضرب توب سبيد 320 كيلومتر بالساعة بالثمانينات، لكن ما دخلت خط الإنتاج وظلت مجرد فكرة أو كونسبت. ومع هذا الرفض المستمر المستفز من لامبورغيني، هوريشيو نفذ صبره، ما كانوا يخلونه يطبق أفكاره، فشاف نفسه أكبر من الشركة كلها. الفكرة موجودة بباله بس ناقصها التنفيذ، وأول خطوة لتنفيذها هو الاستقالة من شركة لامبورغيني. نهاية الثمانينات هوريشيو قرر ياخذ خطوة جريئة جدا، قرر يفتح شركته الخاصة مودينا ديزاين، شركة الصبح شغالة على تصنيع قطع الكربون فايبر لشركات ضخمة جدا مثل رينو، دايهاتسو، فيراري F1، أبريليا ودالارا، وبالليل يفتح باب جراج صغير ويحط ورقة ويكتب عليها عنوان فانجيو F1 بروجكت، سيارة أحلامه، السيارة اللي راح تحمل اسم صديقه وأستاذه فانجيو. سنتين وهو يشتغل ويطور على التصميم مال هاي السيارة، وبسنة 1993 قدر يتعرف ويلتقى بشخص راح يغير المشهد تماما. بمعرض جنيف هوريشيو التقى بمهندس اسمه ديتر زيتشه، الرئيس التنفيذي المستقبلي لشركة مرسيدس. هوريشيو شوف النموذج الأولي للسيارة، ديتر شافها سكت للحظة وقال السيارة شكلها خارج الزمن. هوريشيو ضحك وقال له إيه، لأن ما عندي فلوس وراح أحتاج هواي وقت حتى أكملها. وبعد أشهر وافقت مرسيدس تنطي محرك الام 120 الفي 12 الستة لتر، طبعا بمساعدة وتدخلات من فانجيو، لأنه فانجيو كان سائق سابق لمرسيدس وكانت علاقته طيبة وياهم. فانجيو أحسه كان لازق بهوريشيو ويريد يشوف شنو راح يصير ورا كل هذا الركض، لكن للأسف يعني ما راح يلحق. الرجال اجى وقته وتوفى بسنة 1995، وهوريشيو لغى فكرة انه يسمي السيارة على اسمه. كملت سيارته واخذها للأرجنتين واستوحى لها اسم جديد، رياح تجري بسرعة 120 كيلومتر بين مرتفعات مانديز، كان اسمها زوندا، وحرف سي من اسم زوجته كريسيدا، وسمى السيارة زوندا سي 12. 1999 جنيف أوتو شو ظهرت الزوندا للعالم لأول مرة، انبهار وصدمة، الناس شافوا السيارة ما تشبه أي شيء ثاني، وكأنما لوحة مرسومة وتجسدت بالواقع. فكرة دمج الهندسة والفن كانت جدا واضحة بالسيارة، كان لازمها كلمة جديدة توصفها.
هاي الكلمة صارت هايبر كار مو سوبر كار. 9 سنين معاناة ودق شغل، ويوميا صحح خطأ، ويوميا يرسم سكيت جديد، وبالنهاية ولدت السيارة اللي أسست إمبراطورية باغاني أوتوموبيلي، باغاني زوندا سي 12. تصميم مستوحى من سيارات الجروب سي، ومحرك أيضا مستوحى من سيارات الجروب سي. صح المحرك كان فقط 400 حصان، واللي هو رقم ممكن تشوفه ما يليق بهيج سيارة نوعا ما، بس هوريشيو ما كان مهتم بعدد الأحصنة مثل اهتمامه بصوت هاي الأحصنة، ناهيك عن خفة وزن هاي السيارة اللي كان مستخدم بيها الكربون فايبر بهواي أماكن. ولما تلقى نظرة على الدواخل وتشوف الدوسات والأزرار وقبضة الجير وفتحات التبريد وشكل العدادات والهاند بريك والجلود المستخدمة بكل مكان والكراسي، راح تحسها ساعة رولكس مو سيارة. وهذا اللي كان يريده، سيارة موجهة للفئة البرجوازية الأولد ماني بكل ما تحمله الكلمة من معنى. انصنع منها فقط 5 سيارات، ووحدة خلوها للتجارب، والثانية حطموها بالكراش تيست، والثلاثة الباقيات باعوهن. بعدها بسنة وبعام 2000 طرح نسخة الزوندا اس. هالمرة اجت بنفس الفي 12 من مرسيدس، لكن بسعة 7.3 لتر وب 555 حصان، تتسارع من 0 للمية ب 3.7 ثانية. وترى السيارة عبارة عن ريشة بفضل الكربون فايبر اللي بيها. وزنها كان 1276 كيلو فقط. بذاك الوقت بالألفينات كانت الأسطورة الكاريرا جي تي وزنها 1380 كيلو. لما نقارن هنا تقدر تستوعب المستوى اللي واصلينه شركة باغاني. تلحقها الزوندا اف، وهنا الاف ترمز الى الراحل فانجيو. اعتقد لان السيارة نزلت ب 2005، يعني بعد مرور 10 سنوات على رحيل فانجيو، فيمكن حب يخلد ذكراه. اجت بنفس المحرك ال 7.3 لتر لكن ب 602 حصان وبوزن اقل 1228 كيلو. وهذا المحرك ترى بيه عزم رهيب 750 نيوتن متر، زايد على هيك سيارة اصلا. السيارة اجت ببريكات سيراميك 380 ملي و6 بساتين، نظام سسبنشن بول رود متطور من اولنز. نسخة السبايدر منها صارت ب 650 حصان، وهالمرة بنفس الوزن. اما عن جنون العظمة ونسخة الحلبات كانت الباغاني زوندا ار. كانت تجي بمحرك 6 لتر 750 حصان دراي سمب، وخليك ويا هاي السيمفونية اللي طلعها هذا المحرك. كل هذا ويا جير سيكونشل 6 سرعات وبريكات سيراميك، تسارعها من 0 للمية بثانيتين و7 أجزاء، والتوب سبيد 350 كيلومتر بالساعة. ترى هذا الكلام ب 2007. وطبعا السيارة ما مرخصة للشارع، لكن سووا منها نسخة طبق الأصل تقريبا وسموها تشينكوي، يعني تقدر تقول زوندا ار قانونية. هاي السيارة انصنع منها فقط 5 نسخ. أما عن الاختراع اللي استخدموه بالزوندا ار هو الكاربوتينيوم. مبين من اسمه هو عبارة عن دمج بين الكربون فايبر والتيتانيوم، ولا تقول لي شلون. هذا الرجال حتى بعد ما طلع من لامبورغيني ظل يبحوش بسوالف الكربون، ويعتبره فخر وسر نجاح له، بحيث تشوف اغلب سياراته ما تنصبغ حتى تبين الياف الكربون. ولهنا خلص الاخبال؟ لا، طلع لنا بزوندا جديدة، زوندا ريفولشيون، تشبه الار كلش بس ب 800 حصان، وهم فقط للحلبات. ب 2011 وحوالي بعد أكثر من 10 سنوات صار الموضوع شوية ممل بالنسبة للزوندا، يعني يوميا طارح إصدار جديد، فكان لازم يطرح جيل جديد من الباغاني، واللي هو الباغاني وايرا. يعني ما أعرف، خليني ساكت استمتع بجمال السيارة. اجت بمحرك الفي 12 من مرسيدس ام 158 ب 6 لتر، لكن هالمرة توين تيربو. تعرفون يعني السنوات مشت وب 2011 وطورت التكنولوجيا، فكان يعني استخدام التيربوات شائع. هذا المحرك جهز السيارة بقدرة 730 حصان وعزم 1000 نيوتن متر، وهالمرة الوزن شوية زاد صار 1380 كيلو، وكان الجير 7 سرعات سيكونشل. اما بالنسبة للدواخل فكانت يعني بقت نفس الفكرة ونفس التوجه. خلينا نتفرج سنة 21 يوم نزلت الباغاني وايرا ار على نهج الزوندا ار بالضبط، نفس الجنون ونفس كل شيء. محرك تنفس طبيعي 6 لتر 805 حصان ويصرخ لحد 9000 ار بي ام. وزن السيارة كان 1050 كيلو، يعني باقي لك شوية وتنزل للرينج مال الفورمولا 1. جير 6 سرعات سيكونشل، وبريك امامي 410 ملي سيراميك. كل هذا وهاي ما تعتبر القمة. القمة فعليا والجوهرة هي الباغاني وايرا ار ايفو رودستر. اجت بنفس الفي 12 التنفس طبيعي، لكن هالمرة ب 900 حصان، والصوت يوصل لأعماق القلب، يذكرك بسيارات الفورمولا 1 من الثمانينات. يعني حرفيا كل شيء جميل بهالسيارة، تريد لك بيها فد غلطة فد زلة ماكو. وذن اللي حكيتهن مو كل سيارات باغاني، هاي بس الأكثرهن تميزا. وهاي كانت نتائج دمج الهندسة مع الفن. هذا الشيء تقدر تلاحظه من كل باج مطبوع على سياراتهم، ومن جمال كل سيارة بيهن. وهسه كتبوا لي أي شيء بالتعليقات، رأيكم بباغاني، رأيكم بالحلقة. نشوفكم على خير بالحلقة الجاية إن شاء الله.